السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي الكرام، سعيدة بلقاكم كيف العادة في فيديو جديد ووصفة جديدة. مرحبا بكم في قناتكم مطبخ عتيقة. كنتمنى نلقاكم هذا الفيديو وانتم بأحسن الأحوال وفي صحة جيدة يا رب إن شاء الله. اليوم غادي نقترح عليكم مملحة بدون عجن بدون دلك بدون اختمار، كتوجد في 10 ديال الدقائق كنصايبوها وكتجي رائعة جدا. نزينو بها طابلة ديال رمضان، وكذلك ممكن تقدموها للوليدات في الكوتي، صراحة كتجي رائعة جدا ولذيذة، وأهم حاجة أنها سهلة وما كتاخدش معنا الوقت. على بركة الله نبداو استيراد المقادير من بعد منهم الطريقة. كنتمنى لكم فرجة ممتعة. اول حاجه كناخذوا واحد الاناء كنعمل فيه كاس ديال الحليب اللي كيكون دافي، كنضيف عليه معلقه صغيره اللي كتكون عامره ديال الخميره الخاصه بالخبز او الخميره الفوريه، كنضيف عليها معلقه صغيره ديال السكر. غادي نخلط هاد المكونات مزيان حتى كيتفاعلوا لينا. يعني هاد المكونات ملي كنخلطوها غادي نغطوها بالبلاستيك الغذائي ونخليو هاد الخليط حتى كيتفاعل، كيولي بحال هاد الشكل هذا. كيبان لكم بانه اختمر. ضروريه هاد القضيه هذه انكم تعملوها، لان هي اللي كتخلينا انه العجين ديالنا ما كنحتاجوش اننا نخمروه. كنزيدو على هاد المكونات اللي حنايا خمرنا الحليب مع السكر والخميره، بيضه واحده، ربع كاس ديال الزيت مخلط نباتيه وكذلك زيت زيتون. وغادي نضيف كذلك التوابل، شويه ديال بودره الثوم، راس معلقه صغيره ديال الزعتر، شويه ديال الابزار وشويه ديال الملحه. هادو هما التوابل اللي غادي نضيفو واللي غنسمو بهم هاد المملحه. من بعد ما ضفت التوابل وكذلك الحبه ديال البيض غادي نخلط مزيان هاد المكونات حتى كنحصلوا على خليط اللي كيكون منسجم. من بعد ما كنخلط المكونات مزيان وكنحصلوا على خليط اللي كيكون منسجم، غادي نضيف النواشف، كاس ديال الدقيق ديال الفينو، وغادي نعمل كذلك كأسين الا ربع ديال الدقيق الابيض. ممكن ديروا فقط الدقيق الابيض، ولكن راه بهذا الفينو كيجيو رطبين وكيجيو خفافين. وغنضيف كذلك معلقه صغيره ما تكونش عامره ديال الخميره الكيماويه. يعني هذا الكيس هذا كنقصوا منه شويه، وغنخلطوا هاد المكونات مزيان حتى كنحصلوا على خليط اللي كيكون سائل نوعا ما، ما كيجيش ثقيل بزاف وما تيجيش خفيف. يعني المكونات اصلا راهم مضبوطين، ما يعني ما غتحيروا ما والو، يعني نفس المكونات عبروا بالكاس ديال العنبه. غنخلط حتى ما كيبقاش يبان ليا دوك التكتلات ديال الدقيق. هذا هو الخليط اللي كنحصلوا عليه. مباشرة غادي نفرغوا هذا الخليط ديالنا في القوالب. ممكن ديروا قالب اللي كيكون يعني كبير، ممكن تعملوا هادو الصغارين كيجيو زوينين. كنعملوا تقريبا 2 المعالق كبار. بالنسبه ليا خديت هنايا فلفله خضراء وحمراء وكذلك البصله، شحرتهم شويه ديال الزيت مع الملحه والابزار حتى كنحصلوا على خليط اللي كيكون، ولا هذيك البصله كتجي مذهبه هي والفلفله، وما كتبقاش فيهم نهائيا نهائيا ما كيكونش فيهم ماء. المهم كيجي المذاق ديالهم لذيذ بهذه الطريقه. يعني حاولوا انكم تشحروهم مزيان. كنضيف الثوم، ممكن كذلك تضيفوا الكفتة الا بغيتو. كنضيف شويه ديال الزيتون، ممكن ديروا حتى الزيتون الاسود الا بغيتو. ممكن ديروا كذلك الذره على حسب اللي متوفر عندكم. انا عملت هنا الزيتون اخضر مقطع والثوم، وفي الاخير كنعمل شويه ديال الموتزاريلا. من بعد ما كنعملوا ليهم الموتزاريلا من الفوق، كنحاول انني نرشهم رشه خفيفه ديال الزعتر. غندخلهم الفرن يشعل من الاسفل حتى كيتحمروا كيطيبوا، كنشعلهم فوق باش كيكملوا الطياب ديالهم ويذهبوا. هذا هو الشكل ديالهم بعد ما خرجتهم من الفرن. كيف ما تيبان لكم تيجيو مذهبين وكيجيو رائعين، كيجيو منفوخين وخفافين. صراحه كيصلحوا للكوتي، كيصلحوا كذلك في المائده الرمضانيه. ممكن كذلك تعملوها للعشاء، ولكن ممكن تعملوها في مول اللي كيكون كبير الا ما بغيتوش ديروا مول فردي. المهم نتوما حتى الحشوه ممكن انكم ديروا فيها اللي بغيتو. غادي نقطع لكم كيف العاده وحده من الداخل باش تشوفوا كيفاش كتجي. راه ناجحه، المقادير عطيتهم لكم مضبوطين، يعني ما غتحيروا ما حتى حاجه. داكشي اللي عملت معكم في المقادير هو اللي ديروا. كيجيو خفافين من الداخل ورائعين ولذاذ. حتى الحشوه ممكن انكم ديروا الثوم، ممكن ديروا كفته، ممكن ديروا الدجاج، على حسب اللي بغيتو وعلى حسب اللي متوفر عندكم. صراحه كيجيو رائعين بزاف وزوينين للكوتي. كذلك ممكن ديروها كفكره العشاء او لا تزينوا بها المائده الرمضانيه. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون نال اعجابكم وصلنا لنهايه هذا الفيديو. اللي عنده اي سؤال تخلي لي في التعليق ان شاء الله غادي نجاوبها. كنتمنى لكم تمام الصحه والعافيه. نتلاقاو باذن الله في الفيديو القادم. الى اللقاء.